عمر ضارب مع وزير. واش قلنا نجيبوه معنا اليوم الشيخ علي. تابعونا. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. ضيفنا اليوم هو شيخ ديني بعباءة سياسية، له العديد من الصراعات مع وزراء وشيوخ في الاسلام، اهمها صراعه مع وزير الشؤون الدينيه الحالي محمود عيسى والشيخ شمس الدين. معنا اليوم الشيخ علي عيا. اهلا بك شيخ. أولا الحمد لله الأول الباقي مقدر الآجال والأرزاق. أنا لا ننتمي الآن إلى أي حزب، وفي نفس الوقت أقدم نصيحتي لكل الأئمة وكل العلماء أن لا ينتموا لأي الأحزاب، لأن نعم اسمح لي برك نعمتك دائما شيخ. هذا كلام الشيخ الآن راهو يقولوا، لكن المعروف والمتعارف أنه الشيخ تلاقى بعمار سعداني الأمين العام للأفلان وحضر معه مؤتمر، وتلاقوا في جلسات سريه. وين يعتبر الان الشيخ مشاهدينا الكرام الشيخ علي عيا هو مفتي حزب جبهه التحرير الوطني. لا، هذا في الحقيقه خطا. انا لقد سجلت عبر التاريخ لقائي مش غير مع عمار سعداني، لا يا شيخ، من السبعينات شيخ. ونحن نشارك. بلال راهو يلعب بالنار، والشيخ علي عيا راهو سيريو بزاف وما يحبش التخلاط. الان الشيخ مرسم مفتي جبهه التحرير الوطني براتب شهري يقدر ب 20 مليون سنتيم شهريا. والله ما سمعت منهم، ما سمعت هذا الكلام. كاين البطاقه الشيخ. الشيخ علي عيا مناضل وفيها الحزب هو حزب جبهه التحرير الوطني، تاريخ الانخراط، ويعني مقابل شهري مفتي. ابدا هذا الكلام لم نسمع به الا الان، ولم نتقاضى من جبهه التحرير ولو حتى كاس ماء. يا شيخ كاس ما شربت كاس ماء؟ انا شفتك المقروطه هذاك ما ابدا هذا الكلام. يعني انا حتى عملي في القنوات انني لا نتقاضى. خلينا من القنوات هذا على بالنا به. أنا. لكن حزب جبهه التحرير الوطني عندك راتب 20 مليون كمفتي الأفلام. انت جيت هنا تصدقني ولا تطلق علي التهم؟ انا نقول لك 20 مليون انا سنتيم نقول لك شهريا. ولو مليم واحد، ولو فطور ولو عشاء بجبهه التحرير ما كاش منه. يا شيخ انت حبيت تثبت لي حاجه ما كاش منها تقول لي كاينه منها. 20 مليون سنتيم شيخ. والله ال 20 مليون سنتيم، والله ال 20 مليون سنتيم. كمفتي حزب جبهه التحرير ابدا مستحيل، هذا الكلام ما سمعناش به، هذا افتراء وكذب. انا اعطيني الدليل. نعطيك الدليل. نعطيك الدليل. هات لي يا اخي 20 مليون كي يعطوها لي، يعطوها لي في السي بي ولا يعطوها لي تحت؟ مش يعطوها لك من تحت. منين يعطوها؟ يستدعيك تكون في حضاره في المكتب ديالو. 20 مليون سنتيم مستحيل هذا الكلام. انت اللي فتيت الشيخ الحزب جبهه التحرير الوطني انه يتخذ القرارات الاخيره اللي اتخذها. ابدا ما كاش منه، مستحيل. كذب. حتى يقال هذا كذب وافتراء، واذا استمرت الحلقه على هذا سننسحب. شيخ انا الشيخ علي عيا امام، اسمعني مليح. ما تقلقش. ما تطلقش علي التهم الجزافه. جبهه التحرير بارك الله فيها ونأيدها، ولو نعلم نفسي، اسمح لي، ولو نعرف نفسي انني تقاضيت من جبهه التحرير. شيخ علي عيا وبدا يتقلق. صعيب عليك يا بلال. لعنه الله كما قال ربي، فنجعل لعنه الله على الكاذبين. فهمت الان؟ معليش اسمع، انا فهمتك. نعم. لكن تابع معنا. انت جاي تلعب معي الادوار ولا تلعب معي الاحوال؟ استدعيتني هنا نمشي. انا مانيش حزب سياسي ولا رئيس حزب تلعب بيا، فهمت؟ معليش شيخ، انا منسحب. لا شيخ تبع معنا. ننسحب الان وبعد نسحب. اين هي ال 20 مليون؟ انت تكذبوا بينا، تلعبوا بينا. معليش شيخ تبع معنا الفيتيار. ايوه الشعب الجزائري هذا افتراء وكذب، ما كاش منه. مشاهدينا الكرام تابعوا معنا الفيتيار الثاني. السلام عليكم شيخ. تفضل والله حتى اسمح لي، حتى تسحب قولك هذا كذب وافتراء. تفضل. انا امام داعي عالم. شيخ علي اسنى. ايوه الشعب، انا لا نعمل. انت جاي تمسخر بالرجاله. ما تمسخرش بالرجال. راح نسحب. نحن رجال دين. راح نسحب. نحن نخدموا ديننا، نخدموا ديننا بمالنا الخاص. الشيخ علي لم يتقاضى 20 مليون. انا غادي سحبتها. نعم غادي سحبت الكلام ديالك. قل هذا افتراء وكذب. وهذا افتراء وكذب. لم يتقاضى 20 مليون. ولو من ليم واحد. تفضل يا شيخ. تفضل.
ما تمسخرش. تفضل شيخ. لو نعرف قول لهم يجيبوا لي دليل على مستوى الوطن الجزائري. يا شيخ اعطاني واحد شيء على إيه، بالي. تفضل. اسمع، انا دفعت الثمن الغالي، تفضل شيخ. دفعت جسمي، تفضل. ودفعت هذا دمي. الشيء، هذا الشيء على بالنا. على جالك انت باش تنعم وغيرك يا ينعموا شيخ. الاستقلال. وهذا رانا ما تستهزاش وما تمسخرش تفضل شيخ. بالرجال. تفضل. انا اسمي علي عيا. يسحبنا إيه، رانا سحبت الكلام ديالي. تفضل. كلهم يعطوني بدليل واحد. خلاص تفضل الشيخ. دوك نسحب كلامي. أنا سحبته. زيد نسحبوه. لا 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 انت كلمي. الله يخليك اذا كان ممكن نروحوا للتقرير وجيبوا لنا الماء الله يخليك. علي عيا إمام لكنه برتبة سياسية. خرجاته الكثيرة جعلته لا يتفق مع الشيخ شمس الدين الجزائري، لأن هذا الأخير رد عليه بالثقيل في الكثير من المسائل الدينية. علي عيا الشيخ السياسي فضل البحث عن كاميرات التلفزيون بهدف الشهرة. غض الطرف في الحديث عن القروض السندية رغم ما تحمله من شبهات حول احتوائها على فوائد ربوية، كما اعتبر أن أداء الحج والعمرة بأموال السكوار يعتبر باطلاً لأنها مشبوهة المصدر. علي عيا في وقت وزير شؤون الدينية السابق أبو عبد الله غلام الله كان أستاذاً، إماماً، ومديراً للشؤون الدينية في وقت واحد، ولو بقي الوزير السابق لأصبح مستشاراً خاصاً له. وحرب علي عيا انتهى مع أبو عبد الله غلام الله، ويبدأ صراعاً جديداً مع محمد عيسى. عدنا لكم بعد هذا التقرير. الشيخ علي عيا، يقال أنه الشيخ علي عيا لما كان مع الشيخ غلام الله كان هادئ ومليح، لما جاء محمد عيسى بدأوا المشاكل. هل هذا حقيقة؟ اولا وقبل كل شيء، كل ما جاء في التقرير كذب وافتراء. هذا الشيخ. اولا لم يكن لي خلاف مع الشيخ شمس الدين. لا كاين خلاف يا شيخ. ابدا. الشيخ شمس الدين تلاقيه خليني نكمل لك. الا في مساله واحده تاع السكوار. تاع السكوار. والسكوار انا قلت تفتح الجزائر مكاتب للصرف، وراهم استجابوا لي وفتحوا مكاتب للصرف. وقلت تفتح الجزائر مكاتب للصرف، وقلت واذا لم تفتح الجزائر مكاتب للصرف ولم يبقى للمواطن باش يروح يعالج او يروح للحج والعمره الا السكوار، فالسكوار ليس حرام ولم يحرمه احد. هذه واحده. اسمح لي. اما نكملك. اما شمس الدين فضله علي كثير. وانا شمس الدين لما اختطفت في 94 لا يا شيخ معليش جاني وعاوني. احب شمس الدين وانا مع شمس الدين. نعم. او زعفان عليك. زعفان علي. نطلب منه السماح لان فضله علي. انا كنت دعيته منذ قليل انه يحضر معنا الحصه، ولكن راهو زعفان عليك رفض انه يحضر معنا الحصه. معليش الله غالب. هذا شأنه. هذا شأنه. معليش شيخ تبعني في هذا الكلام. انت تكلمت على صوتيت لي قضيتك مع خليني نكمل لك. قضيه القروض السنديه فتيت باللي حالا. خليني نكمل لك. لم يسبق احد حرم القروض السنديه الا علي عيا، وقلت هذا ربا، وقلت للشعب الجزائري ما تستعملوش. ارجع لها. قلت اسمح لي قلت في قناه صوتي أن القروض السندية حرام لا يجوز. يا شيخ أنتم تكذبوا على الرجال. أيها الشعب هؤلاء الدجالين كذابين يلعبوا. والله ما نبقى معك دقيقة. والله ما نبقى معك دقيقة. أنت لست في المستوى نتاعي. تلعبوا بالرجال. هؤلاء أيها الشعب الجزائري ما قصدت هذا يلعبوا بالناس. شيخ أنا مستجيل عندكم. اسمع شيخ. أنا اسمع يا شيخ باش سترون. يا شيخ سترون. شيخ اقرا معنا واش كاين لنا. اقرا. ما نفهمش. والله غير تقرا. قول واش تحب. والله غير تقول لنا قول واش شيخ. تحب. والله غير تقول لنا. كذابين. اسمع تقول لنا شيخ. تكذبوا. معليش قول لنا باش نعرف الهدف من الحصه ديالنا وشنو هو. ما نفهمش. تمسخروا بالرجال. اسمع شيخ. وحسبي الله ونعم الوكيل. الهدف ديالنا والله ما تربح. اسمع شيخ. اسمع شيخ. اسمعني شيخ. راه الزاكات شي خرج ربي يجيب الخير. شيخ شيخ اقرا لهنا. يقرا يا شيخ. حرام عليكم وكالكم ربي.
اسمع شيخ، انا ولي الله صالح. وحنا نحبوه ولهذه الاسباب شيخ. اسمع شيخ. بلال والطاقم تاعو راهم يجربوا يهدئوا فيه، بصح الشيخ علي عيا ما راهوش سامح لهم. انا ندمر لك حياتك. ساقوم الليل واقرا 60 حزب. والله ادعوك الى الله، ادعو بك الله. ما تمسخرش بيا، ما تلعبش بيا، ما تمسخرش، ما تلعبش، تجيب افتراءات تاع كذب وتاع نفاق. كذابين، هذه كاميرا. كذابين مفترين. اسمع شيخ، اسمع نكلموك، مسخروا بالليل. اسمع نتكلم معاك. تعاون الأسرة تاعي وشمس الدين فضله كبير علي جدا 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 جدا. يحبك الشيخ، يرتاح شويه. دخل فيها الشيخ شمس الدين. الحمد لله الشيخ علي عيا راهو تكلمه. والله ربي يعلم ما كانت في قلبي. الله يرضى عليك. الله يرضى. ربي يعلم. الله يرضى انا عليك. اولادي شكون كان استغفر اللي الله. يقرب للدار يخاف يهرب. ولادك ولادي انت. كانوا يذبحوا كبش العيد. استغفر الله. العيد من عند الجمعيه كاع يجيهم كبش، يجيهم بقره العيد كاع على غير كبش العيد. عين الدبله، عين الدبله عند الكافر اليتيم. شيخ باش النهار هرب من الارهاب هددوه بالقتل، جاء عندي جاب لي دار وقال لي اديها، في بالو نديها ملكي، وانا الحمد لله خليته اليامات هربان، خدمت واش نقدر نخدم في هذيك الدار. خدمها بريك. بعد سنوات كي جا اعطيتها له. لا لو كريتوها وعاشوا بها اولادي. وهو يظن باللي ضروني اديتها. وفي الختام احنا نقولوا للشيخ علي عيا جامي ننساو انك وقفت مع الجزائر في وقت الشده وفي وقت الارهاب. احنا نحبوك ونحترموك بزاف بزاف. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا ربي.